هنا القاهرة. حذر فزر طبخين ايه؟ تحب اعمل لك عدس بالليه؟ طب كرش، طب بنبار، يبقى لحمة راس. في مشنكح؟ لا عايزين كباب وخضار سوتيه. كل أكلة وليها أصل وحكاية. لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك، عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك. هات لنا انت بس ذكر بط نحطه في نص السفرة. والكل أكلة كمان تركاية. اللي بيحطي بالطين على الوش مش بيضة واحدة. والأصل مصري عنده السر في الخلطة. مستعد أعمل لك طبق فول مدمس أطعم وألذ من ديك رومي. أصل الأكلة مع خبيرة التغذية الدكتورة منال عز الدين. دي وجبة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية. والشيف مريم زرن. ما تنساش الصلاة طاق. أمان. رمضان كريم. هنتكلم النهاردة عن أشهى وأشهر وألذ رغيف الحواوشي. عمره حوالي أكتر من 90 سنة، إبداع مصري 100%. خرج من شوارع المحروس وبالتحديد منطقة التوفيقية. كان في عيلة مشهورة هناك اسمها عيلة الحواوشي، وكان في واحد من أفراد العيلة جزار مشهور اسمه الحاج أحمد الحواوشي. في يوم من الأيام الحاج أحمد الحواوشي قاعد، خطر بباله فكرة انه يفرم اللحمة ويخلطها بالبصل والبهارات ويرصها في رغيف العيش البلدي ويسويها في الفرن ويبيعها للجمهور كوجبة سريعة الإعداد والتحضير وقيمتها الغذائية مرتفعة. حط بصل كتير وفلفل كتير وقطع شوية طماطم. حاضر يابا. ونجحت الفكرة وانتشرت من التوفيقية لجميع أنحاء الجمهورية، وكل محافظة أضافت لمسة على الحواوشي وأبدعت في عمايله. زي الإسكندرانية عملوا الحواوشي بعجينة وحشوها لحمة. وعاوزة أقول لحضراتكم إن الشرقوة أبدعوا وفننوا في الحواوشي، ومع مرور الأيام أصبحت محافظة الشرقية من أشهر المحافظات في عمايل الحواوشي. أنا بتهيألي أخرت على مريم وهنروح لها بسرعة ونعرف منها وصفة شهية للحواوشي. ازيك يا مريم؟ ازيك، عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. الحواوشي هنعمله النهاردة بطريقة حلوة جدا واقتصادية، وفي نفس الوقت طعمها هيعجب حتى الأطفال. المهم تكون صحية. يوم احنا هنعملها بطريقة صحية. حان وقت الحواوشي. هنجيب نص كيلو لحمة مفرومة، بصلاية كبيرة، توم، قرفة، وسط الطيب لو عايزين نحط او لا. طبعا لو حراق عايزين فلفل حراق حسب الرغبة. اموت في الحواوشي الاسكندراني يا ابوي. امال يا ولد، ويا سلام لو حابي. تمام. وبس ممكن من لو ما حطناش فلفل حراق نحط واحد فلفل رومي متقطع مربعات صغيرة. حلو قوي. هنضرب البصلة مع الفلفل الرومي مع الثوم وهنحطهم بعد كده على اللحمة، ونحط القرفة وجوز الطيب. هنكون محضرين بقى العيش البلدي بتاع الفرن الحلو ده. في ناس بتحب تحط على الرغيف زيت او سمنة. تمام. المادة الدهنية حسب رغبتنا يعني، بس ما نكترش فيه. ما نكترش، احنا بس بنحط على الوش ومن تحت الرغيف عشان يبقى لونه ذهبي وحلو ومقرمش. تمام. بس هنحط اللحمة جوه الرغيف، وبعدين نحط على الرغيف نفسه بالمادة الدهنية بتاعتنا سواء سمنة او زيت حسب رغبتنا، ونكون حاطين في صينية في الفرن على درجة حرارة 200. بعد 20 دقيقة بنقلب تقليبة عشان ما يتحرقش، ولو عايزين نخليه مقرمش نفتح الشواية عليه لمدة 3 دقايق بس. ولا محتاج ورق زبدة ولا فويل ولا خالص. اي حاجة اطلاقا. حواوشي حواوشي حواوشي، ايوه من حبه انا بنام. يا سلام. حواوشي حواوشي. وصفة سريعة وشهية، والعلم قيمتها الغذائية مرتفعة. في اللحمة اللي هي تعتبر مصدر للبروتين الهام لبناء أنسجة الجسم. اللحمة غنية بالسيلينيوم والزنك اللي بيقوي المناعة. الخضروات اللي موجودة زي البصل غني بالمضادات الحيوية المفيدة لصحة الجسم. العيش مصدر للطاقة، ويا سلام لو جنبيه طبق سلطة تبقى وجبة غذائية متكاملة. ويا ريت يبقى طبق السلطة فيه مصادر لفيتامين سي زي الفلفل الأخضر والطماطم والليمون عشان يرفع من كفاءة امتصاص الحديد اللي موجود في اللحم. الحواوشي من الأكلات الشهية، بس ناكل وما نكترش، وفي صحتنا ما نفرطش. مش مهم تاكل غالي او رخيص، المهم انك تتمتع بالاكل. أصل الأكلة. دكتور نظيرة. كلمة. إخراج رانيا مجدي. كان نفسي اعزم اصحابي مش ياكلوا ويتفرجوا بس.